السلام عليكم متتبعي قناة كل يوم معلومة. عشبة اليوم عشبة الزعتر. فوائد الزعتر الجاف: يخفض مستويات الضغط الدم المرتفعة. استخدم الزعتر الجاف منذ القدم من أجل محاولة خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، حيث وجدت الدراسات العلمية المختلفة أن الزعتر يعمل على توسيع الأوعية الدموية وإراحتها، وبالتالي يخفض ضغط الدم. هذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية كالكل. تعزيز صحة القلب: بما أن الزعتر الجاف يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، فهذا يعني أن له أثر إيجابي على صحة القلب. إلى جانب ذلك، وجد أن من فوائد الزعتر الجاف السيطرة على مستويات معدل نبضات القلب، وبالتالي حمايته من إصابة بأمراض مختلفة. يساهم تناول الزعتر الجاف في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، فوجدت عديد من الدراسات العلمية المختلفة أن لهذا الزعتر أثر في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. علاج الكحة: من أكثر فوائد الزعتر الجاف الشهرة في دوره في علاج الكحة والسعال والتخفيف منهما، حيث أن شرب شاي الزعتر يساعد في إراحة الشعب الهوائية المتشنجة، كما يعمل على تفكيك البلغم المتراكم في المنطقة من أجل تخفيف من السعال وعلاجه. وصفة للسعال: نقوم بغلي ملعقتين من الزعتر الجاف في الماء وتناوله بملعقة من العسل. يقوم بتقوية الجهاز المناعي. أنت بحاجة إلى تناول فيتامينات ومعادن ضرورية لذلك. لحسن الحظ فإن الزعتر يحتوي على عدد كبير منها، فهو غني بفيتامين ج وفيتامين أ والنحاس والألياف الغذائية والحديد والمغنيسيوم، وجميعها ضرورية لتقوية الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض. خفض الخطر الإصابة بالسرطان: من فوائد الزعتر الجاف والتي لا زال العلم يعمل على إثباتها هو دوره في خفض الخطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي الزعتر على قيم غذائية عديدة تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، كما من شأنه أن يساهم في إعاقة نمو الخلايا السرطانية في الجسم. فوائد الزعتر الجاف الأخرى: إلى جانب ما ذكر سابقا، فإن الزعتر الجاف يتميز بفوائد صحية كالتالي: يتمتع بخصائص مطهرة ومعقمة، يعتبر مضاد للبكتيريا والفطريات، يعزز من الصحة النفسية والمزاج، يساهم شرب الشاي الزعتر في التخلص من مشاكل الهضمية المختلفة. يشيع تناول الزعتر عن طريق الفم لعلاج التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والتهاب الحلق والمغص والتهاب المفاصل والاضطراب المعدة وآلام المعدة، التهاب المعدة والإسهال والتبول اللا إرادي والغازات المعوية، انتفاخ البطن والتهاب الدودة الطفيلية واضطرابات الجلد، ويستخدم كمدر طبيعي للبول وكمنشط للشهية. يعمل على تنشيط بصيلات الشعر، يعالج القشرة، يحسن من رائحة فروة الرأس، يعيد بناء ونمو الشعر، يعمل على تغذية بصيلات الشعر، يزيد من كثافة الشعر، يقضي على البكتيريا والفطريات الموجودة بالفروة، يعالج تساقط الشعر، يعالج داء الثعلبة، يحسن الدورة الدموية بفروة الرأس، يساعد على تقوية الشعر، يمنح الشعر الجاف بريق وحيوية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنقوم بتقديم المزيد.